إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حوار العقل. حكمة الله أحكمت كل أمر فما بالروح الحكام. حوار العقل برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية بجامعة قناة السويس. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا ومرحبا. دكتور محمد، في حلقتنا الماضية أشرتم إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بالحماية والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة دائمة باقية، وأنه لولا هذه النصرة ولو أخذ بمقاييس البشر وبمقدرات البشر لكانت نجحت مؤامرات الكائدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن مظهرا هاما من مظاهر الحماية أثناء الهجرة أشرتم إليه في ختام حلقتنا الماضية، وهو مظهر الخروج، والكفار يتربصون ويطاردون وينجو رسول الله في حالة من الثبات والسكينة. نعم، واليقين. نعم. إن الله معنا. نعم. هذا هو الذي أشارت إليه الآيات. ومن هنا أخي الكريم قول الله عز وجل في الآيات: إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني نصرة الله لدينه، لقرآنه، لنبيه، هذا الحفظ، هذا التمكين إنما هو وعد من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيده بجنود لم تروها. نعم. يعني الأمور لا تقف عند حد الأسباب التي نراها حتى في زماننا هذا. نعم. الأمر أبعد من هذا. الأمر أمر دين، الأمر أمر الخالق. نعم. نحن نأخذ بالأسباب، ولكن هناك نتائج وسع قد تكون أكثر من الأسباب. نحن نؤدي دورنا. النتائج على الله، النصرة من الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، من محاولات المكر والخديعة ومحاولة تصفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة دس السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الامرأة اليهودية التي يعني أتت رسول الله بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك علي. يعني أنا في حمى من الله، أنا في حمى الرحمن، في حمى الخالق سبحانه وتعالى. والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. ثم بعد ذلك أن ذراع الشاه المسمومة أخبرت رسول الله. انظر إلى هذه المعجزة التي أيد الله بها نبيه، بأني مسمومة لا تأكلني. النبي لم يكن قد ابتلع هذه التي القطعة من اللحم، القطعة التي أخذها، فأعادها مرة ثانية. وكتب الله النجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معجزة عظيمة أمام هذه المحاولة الخبيثة. ثم بعد ذلك في مسألة النصرة الإلهية الدائمة لرسول الله، للإسلام، للقرآن، للدين، تجد أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقين النبي لحجته ضد الافتراءات والشبهات
أظهرها القرآن بصورة متفردة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا القرآن يتولى الدفاع عن رسول الله ويرد افتراءات المغالطين، إنكار رسالة النبي وبعثته حين قالوا، والقرآن يسجل قولتهم هذه: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله، ويلقن النبي صلى الله عليه وسلم حجته: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. الأمر ليس شخصيا وليس بشريا، الأمر أمر دين، المصدر فيه في المعرفة فيه وحي الله عز وجل. لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أساليب التعجيز التي أشرنا إليها من قبل، لماذا عدم إتيان الرسول بآيات من عند الله؟ معجزات. والآيات هنا بمعنى المعجزات الخارقة، المعجزات المادية الخارقة، المعجزات المادية الخارقة. ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول القرآن: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفي آية أخرى: ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وفي سورة أخرى، سورة يونس: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني يا من تستعجلون العذاب انتظروا. وكان بوسعكم بدلا من أن تطلبوا العذاب أن تطلبوا الرحمة، أن تطلبوا الهداية. بمعنى يعني المنطق، العقل، الحكمة كان ينتظر من هؤلاء أن يقولوا: لو أن هذا الرجل من الأنبياء فاهدنا إليه يا رب، فبين لنا يا رب. هذا هو المنطق. لكن الذي يكون ضد هذا المنطق أن يستعجلوا العذاب. أنزل علينا. هذا ليس عقلا، هذا ليس عقلا وليس حكمة. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني الله قادر على كل شيء، لكن ليس باختياركم في الوقت الذي يشاءه ويريده وبالأسلوب الذي يريده، بل من رحمة الله بهذه الأمة أنه لم يتعجل نزول الآيات التي تهلك المخالف، لأن بمجرد نزول الآية من لم يؤمن بها فإنه يهلك. فأتاح الله لهم فرصة الاستغفار وفرصة التوبة وفرصة المراجعة كيما يفهموا كيما يعودوا. وهنا لابد أن نشير دكتور محمد إلى أن الآيات المادية التي كانت تنزل على الأنبياء من قبل كانت محصورة في نطاق من يشاهد تلك الآيات في وقتها وحينها. أما وأن رسول الله هو الرسول الخاتم، وأن الدين سيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيحتاج إلى معجزة من نوع آخر، معجزة فوق مادية، وهي معجزة القرآن. المعجزة العقلية. نعم. التي تقنع العقل ولا تدهشه، إنما تقنعه وتخاطبه، وباقية لأهل كل زمن كما أشرت حضرتك وبارك الله فيك. ولذلك القرآن في هذه المسألة يفصل كثيرا. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وأشار إلى الذي ذكرت أنت أخي الكريم: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. يعني الكتاب هذه آية من نوع جديد، معجزة عقلية، آية عقلية مستمرة يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم.
يبدو أننا سنحتاج إلى وقفات مع إن شاء الله هذه الموضوعات نواصل الطيبة إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية بجامعة قناة السويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستمر حوار العقل، برنامج أعده وقدمه أحمد عبد الظاهر.